في كل فيديوهاتي يا اصحاب بقول لك اعمل لايك اعمل متابعه. لا الفيديو ده بالذات شيره في كل حته علشان في بعض من جمهورنا مختلين مخهم تعبان مش عارف واخدين حقن يتهاوى. يعني احنا خسرنا خلاص من بيراميدز 1-0، في ناس فرحانه ما اعرفش ليه. فرحان ليه؟ قال لك ما عشان مش هتصب للنادي الاهلي. طب بالراحه خالص اهو، النادي بتاعك اللي انت بتشجعه نادي الزمالك ولا انت بقيت بيراميدزاوي؟ نادي الزمالك حقه فين عليك؟ انت ممكن تكسب بيراميدز وهو ممكن يخسر الماتشين اللي جايين، ممكن انت تروح دوري الابطال. طب ايه اكسبه بس مباشر وخلاص. لا اهم حاجه احرق في الاهلي. لو انت حاطط في دماغك الاهلي اكتر من نادي الزمالك يبقى خلاص كده عوضنا على الله من نادي الزمالك. بجد والله في جمهور ما بتشجعش النادي الزمالك، لا بتكره النادي الاهلي. بس انا فرحان ان الاهلي يقع، وانت عارفه ما بيقعش الا كل فين وفين وبيقوم يتهوى بالكره. هو اصلا متصدر الدوري مش محتاج المكسب بتاعك والخساره، بس المفروض تلعب بنزاهه وما يبقاش فيه عدم ضمير وشرف. المفروض يبقى عندك شويه شرف. اصل الاهلي يا ابو صحابي لما اتحط في نفس الظروف دي ما قالش هفوت ولا بتاع، ده وداك ساعتها دوري ابطال افريقيا. فاكر اخر دوري ابطال افريقيا نادي الزمالك راحوا ازاي؟ عن طريق النادي الاهلي. لو ناسي هي بقى لها 3-4 سنين انا عارف، بقالنا كتير ما نعرفش مواصلاتها ايه، كان عن طريق النادي الاهلي. فاكر ساعتها لما الاهلي كان مفنش الدوري خالص وكانت اخر مباراه البيراميدز يكسب النادي الاهلي فيروح دوري الابطال. الاهلي ساعتها كان ممكن يفوت ينزل بقطاع الناشئين. عمل ايه؟ نزل بالسكواد بتاعه وتعادل مع بيراميدز، ثم انت رحت دوري الابطال. فما لعبش بنفس الطريقه بتاعتك علشان الجون اللي جه من عواد مش مفهوم. مش هصنفه بس مش مفهوم. عواد بيعمل ليه كده؟ انت بتسوق نادي الزمالك ثم سمعتك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ الكرة ديت مش هقول لك الكرة سخنة ومش عارف اسف عليك، لا انت واضح خالص ان انت قاصد. اصل بعدها بكام فريم وبعدها بكام لقطة الكرة جاية لك، امسك يا عواد، كرة واضحة خالص ما مسكتهاش وقاعد تتكلم مع الحكم وهم رايحين يجيبوا جول. فانت في حاجة كانت واضحة خالص اللي انت ممكن تفوت المباراة تسيب كام كورة وبعدها بيضحك عواد. جمهورنا بقى بصحابي سيب كل الكلام ده. الحمد لله كيكت الاهلي يا ابني، كوم الشكاير فريقك صفري، دوري بيخ، كونفدراليه بيخ، مفيش حاجه بتنافس عليه. بس انا حرقت الاهلي، والاهلي اصلا هو اللي بينافس على الدوري، هو اللي متصدر الدوري. فعلى موازي اهم حاجه احرق الاهلي، مش هحب الزمالك. الزمالك اللي يوم عن يوم اصلا ممكن ما يبقاش يروح كونفدراليه بسبب الفرق بدات تدعم البنك وسيراميكا وي ما بقتش عارف. يعني انا قعدت 23 سنه ما اخدش دوري ابطال افريقيا. بيراميدز دي اللي انا بشجعها وبقيت انتمي ليها ممكن تقعدني 23 سنه علشان تخليني اخش مكانها المركز الثاني، وانتوا لسه مكملين في العبث ده وبرضك احرق الاهلي وبتاع الشغل العيال بتاع الاطفال ده. بس في الاول والاخر يا اصحاب انت عارف وانا عارف الاهلي ما بيتحرقش، الاهلي مكمل زي ما هو. ده شغل اطفال ما بيبصش يمين ولا شمال، عارف طريقه ناجح ازاي، مكمل ولا بيلتفت. بيتهز شويه وانت بتبقى فرحان في الهزه دي اللي هي اصلا المفروض البواقي اللي بيقع من النادي الاهلي اللي انت المفروض تاخدها. الدوري طموحك بدا يقل، الثاني طموحك بدا يقل، الكونفدراليه ما بقتش موجوده. يوم عن يوم الطموح بدا يقل، يعني البواقي بتاع النادي الاهلي ما بقتش عارف تاخدها عشان المركز الثاني